أنا اسمي نورهان، ويمكن حكايتي النهاردة تكون طويلة شوية. أصل الوجع لما بيكون كبير الكلام عنه بيحتاج وقت ومساحة. حكايتي دي مش مجرد موقف وعدى، دي سنين من عمري. حكاية بيت كنت فاكراه جنة، وفجأة لقيت نفسي فيه بحس بغربة، غربة جوه بيتي وغربة عن أقرب الناس ليا. حكايتي مع هشام جوزي ومع مروة سلفتي، الإنسانة اللي دخلت حياتنا قلبتها فوقاني تحتاني. أنا وهشام لما اتجوزنا كنا زي أي اتنين بيبدأوا حياتهم، مليانين أحلام وطموحات. هشام ده كان بالنسبة لي الدنيا وما فيها، راجل بمعنى الكلمة، حنين كريم وبيحبني بجد، أو ده اللي كان باين لي وبيوصلني منه. أول سنة جواز كانت أحلى سنة في عمري، ما كانش فيه بينا مشاكل، ولو حصل أي سوء تفاهم بسيط كنا بنقعد نتكلم ونتصافى في ساعتها. كان بيحترمني ويقدرني، وما كانش بيعمل حاجة غير لما ياخد رأيي. شقتنا الصغيرة دي كانت مملكتنا، مليانة ضحك وحب ودفء. كنت بحمد ربنا كل يوم على النعمة اللي أنا فيها، وكنت فاكرة إن الحياة هتفضل وردي كده على طول. أهل هشام ناس طيبين، والده ووالدته الله يرحمهم كانوا بيحبوني زي بنتهم. عنده أخ واحد أكبر منه، وليد، متجوز مروة. علاقتي بوليد كانت عادية، أخ جوزي وبحترمه. أما مروة بقى، من مروة، من أول يوم شفتها فيه وأنا قلبي مش مرتاح لها. مش عشان حاجة وحشة شفتها منها في الأول، لأ، بس كان في حاجة كده في نظراتها، في طريقة كلامها، تخلي الواحد يقلق وما يطمنش. كانت دايما تحب تظهر بمظهر إنها فاهمة كل حاجة، وإنها مسيطرة على جوزها وعلى بيتها، وتحب تدي نصايح حتى لو محدش طلبها منها. أنا كنت بتعامل معاها برسمية، وبحاول أتجنب الاحتكاك بيها على قد ما أقدر عشان المشاكل. هشام نفسه ما كانش بيحب تدخلات مروة قوي، وكان ساعات يقولي: معلش يا نورهان، هي مروة طبعها كده، كبري دماغك وما تدققيش على كل كلمة. وأنا كنت بسمع كلامه وبحاول أكبر دماغي فعلا عشان مركب حياتنا تمشي. الدنيا كانت ماشية، وحملت في عادل ابني الأولاني. فرحة هشام ساعتها ما تتوصفش، شالني من على الأرض شيل طول فترة الحمل. ومروة كانت كل ما تشوفني تقولي: يا بختك يا نورهان، هشام هيشيلك في عينيه أكتر وأكتر. كلام ظهره حلو، بس أنا كنت بحس من وراه حاجة تانية، كأنها بتحسدني أو بتستكتر عليا الفرحة دي. يمكن أكون كنت غلطانة أو حساسة زيادة، بس ده كان إحساسي وقتها. عادل جه ونور دنيتنا، وهشام كان طاير بيه. حياتنا بقت أحلى وأحلى. صحيح المسؤولية زادت والتعب زاد، بس كنا مبسوطين. مروة في الفترة دي كانت زياراتها لينا زادت شوية، بحجة إنها جاية تطمن على عادل وتساعدني. أنا ما كنتش برفض مساعدتها طبعا، بس كنت ببقى واخدة حذري منها. كانت تدخل عندي المطبخ تقف معايا تسألني على كل صغيرة وكبيرة في حياتنا، عن هشام بيعاملني ازاي، عن مصاريفنا، عن أهلي. أسئلة كتير قوي كنت بحس إنها ملهاش لازمة أو مش من حقها تسألني فيها. كنت برد عليها ردود مختصرة ودبلوماسية، وهي تزعل وتقولي: ايه يا نورهان، هو أنا غريبة؟ ده أنا زي أختك. أختي؟ هي فينا فعال الأخوات دي؟ الأخت ما بتجرحش أختها بنظراتها ولا بكلامها اللي زي الدبابيس. بدأت ألاحظ إن مروة بتحاول تقرب من هشام بشكل لافت، يعني لما تكون عندنا تتكلم معاه كتير، تهزر معاه بصوت عالي، تسأله عن شغله بالتفاصيل، تحكي له مشاكلها مع وليد جوزها كأنها بتستشيره هو مخصوص. هشام بطبطه ما كانش بياخد باله من حاجة، وكان بيتعامل معاها عادي كأنها أخته فعلا. أنا كنت بتضايق، بس ما كنتش عاوزة أعمل مشاكل على الفاضي. كنت بقول لنفسي يمكن أنا اللي بغير زيادة أو بفهم غلط، لحد ما في يوم حصل موقف خلاني أتأكد إن إحساسي ناحية مروة ما كانش غلط. كنا معزومين عند حماتي الله يرحمها، كلنا متجمعين. مروة كانت لابسة فستان جديد شكله يعني ملفت شوية، وكانت طول القعدة عمالة تلف وتدور حوالين هشام، وكل شوية تقوله: ايه رأيك يا هشام في الفستان ده، حلو عليا؟ أصل جبته مخصوص عشان رأيك يهمني. هشام كان بيرد عليها عادي: أيوة حلو يا مروة، مبروك عليكي. بس نظراتها هي ليه ما كانتش عادية. أنا شفتها بعيني وهي بتبصله بصات غريبة، وبتحاول تلمس إيده كأنها بالصدفة وهي بتنوله حاجة. يومها لما روحنا ما قدرتش أسكت، اتكلمت مع هشام
قلت له هشام انت مش ملاحظ ان مروة دي تصرفاتها غريبة شوية؟ بصلي باستغراب وقال لي غريبة ازاي يعني؟ مروة كويسة وما فيهاش حاجة. قلت له على اللي شفته وعلى نظراتها وكلامها. لقيته بيضحك وبيقول لي يا حبيبتي انتي بس اللي غيرانة شوية، مروة زي أختي ومستحيل يكون قصدها حاجة وحشة، كبري دماغك وما تخليش الشيطان يلعب في دماغك. كلامه ده ضايقني أكتر، حسيت إنه مش مصدقني أو إنه شايفني أنا اللي غلطانة وبتلكك. سكت وما ردتش عليه، بس من جوايا كنت بقول ماشي يا هشام، الأيام بينا. وفعلا الأيام أثبتت لي إني ما كنتش غلطانة. مروة بدأت تزيد في تدخلاتها وبدأت تعمل حاجات تانية أغرب. كانت لما تيجي عندي تسألني أسئلة شخصية جدا عن علاقتي بهشام، حاجات ما ينفعش حد يسأل فيها غير أمي أو أختي المقربة قوي. ولما كنت بتضايق وأحاول أغير الموضوع كانت تقولي يا بنتي أنا عاوزة مصلحتك، يمكن أقدر أنصحك بحاجة تفيدك. نصيحة إيه دي اللي تيجي بالطريقة دي؟ الأغرب من كده إنها بدأت تجيب لي حاجات غريبة معاها. مرة جابت لي كوباية مية وقالت لي اشربي دي يا نورهان، دي مية شيخ قارئ عليها، هتريح أعصابك وتهديكي. أنا استغربت، قلت لها ومين قالك إن أعصابي تعبانة؟ أنا كويسة الحمد لله. بصت لي كده وقالت أصلا أنا شايفاكي متوترة اليومين دول، قلت أعمل معاكي واجب. شربت المية وأنا مش مطمنة بس عشان محرجهاش. مرة تانية جابت لي حتة قماشة صغيرة لونها أسود وقالت لي خدي دي حطيها تحت مخدتك بتبعد العين والحسد. أنا هنا بقى قلقت بجد، قلت لها مروة أنا ماليش في الحاجات دي وما بحبش الكلام ده، إحنا بنقرأ قرآن والحمد لله ربنا بيحفظنا. زعلت قوي يومها وقالت لي انتي حرة، أنا كنت عاوزة أساعدك وبس، ومشيت وهي مكشرة. في نفس الفترة دي تقريبا هشام بدأ يتغير معايا، ما بقاش هشام اللي أعرفه، بقى عصبي على أتفه الأسباب، بقى يزعق على أي حاجة حتى لو ماليش ذنب فيها، ما بقاش يقعد معايا زي الأول، بقى يفضل قاعد قدام التلفزيون أو ماسك الموبايل بالساعات. ولو حاولت أتكلم معاه أو أفتح أي موضوع يقولي نورهان أنا تعبان ومش فايق، سيبيني في حالي دلوقتي. الحنية اللي كانت في كلامه وفي معاملته ليا اختفت، ما بقاش يقولي كلمة حلوة، ما بقاش يحسسني بحبه زي زمان. حتى علاقتنا الخاصة اتأثرت، ما بقاش في بينا أي قرب. كنت بحس إني عايشة مع واحد غريب، مش ده هشام جوزي وحبيبي اللي اتجوزته؟ كنت بقعد أبكي لوحدي بالساعات، مش فاهمة إيه اللي بيحصل، ليه هشام اتغير معايا كده فجأة؟ هل أنا قصرت في حقه في حاجة؟ هل أنا ما بقتش مالية عينه؟ كنت بسأل نفسي 1000 سؤال ومش لاقية أي إجابة. ولما كنت بحاول أواجهه وأسأله إيه اللي غيره كان بينكر وبيقولي أنا ما اتغيرتش ولا حاجة، انتي اللي مكبرة المواضيع وبتعملي من الحبة قبة. أو يقولي ضغوط الشغل هي اللي مخلياني كده، استحمليني شوية. كنت بحاول أستحمل وأقول يمكن فعلا ضغوط شغل، يمكن فترة وهتعدي. بس الفترة دي طالت قوي والتغيير كان بيزيد مش بيقل. مروة في الوقت ده تقريبا كانت بتيجي تزورني أكتر من الأول، وكل ما تيجي تسألني على هشام وعلى علاقتنا، وأنا من كتر زهقي ووجعي كنت ساعات بفضفض معاها، بحكي لها قد إيه هشام متغير وما بقاش طايقني، وهي كانت تسمعني وتطبطب عليا وتقولي معلش يا نورهان، الرجالة كلهم كده، ليهم طلعاتهم ونزلاتهم، استحملي وادعيله ربنا يهديه. بس أنا كنت بحس إن كلامها ده مش طالع من قلبها، كنت بحس إنها مبسوطة باللي أنا فيه. يمكن ده إحساس ظالم مني بس دي حقيقة. كانت عينيها بتلمع بطريقة غريبة وهي بتسمعني بتألم. بدأت أربط الأحداث ببعضها، تغيير هشام المفاجئ، زيارات مروة الكتير، الحاجات الغريبة اللي كانت بتحاول تديهالي. هل ممكن يكون في علاقة بين كل ده؟ هل ممكن مروة تكون بتعمل حاجة لهشام أو ليا عشان تخرب بيتي؟ الفكرة دي لما جت في دماغي خفت قوي. أنا ماليش في السحر والأعمال والكلام ده وبخاف منه جدا، بس تصرفات مروة وتغيير هشام اللي ملوش أي مبرر منطقي خلوني أبدأ أشك. في يوم كنت قاعدة بقلب في دولاب هشام برتب هدومه، ولقيت حاجة غريبة قوي مستخبية تحت الهدوم في آخر رف. لقيت منديل قماش
مربوط بطريقة معينة وجواه حاجة ناشفة كده معرفش ايه هي. مسكت المنديل، قلبي كان بيدق بسرعة وخايفة افتحه، بس فضولي كان اقوى مني. فتحت المنديل بالراحة، لقيت جواه تراب غريب وشوية حاجات تانية كده شبه البذور او الورق المقطع صغير قوي. جسمي كله ساب وحسيت اني مش قادرة اقف على رجلي. ايه ده؟ ومين اللي حطه هنا؟ معقول يكون ده عمل معمول لهشام او ليا؟ جريت على مروة، ما كنتش شايفة قدامي. دخلت عليها البيت زي المجنونة ورميت المنديل ده في وشها وقلت لها بصوت عالي وانا بعيط: ايه ده يا مروة؟ انتي اللي حطيتي لي الحاجات دي في بيتي صح؟ انتي اللي عاوزة تخربي بيتي وتفرقي بيني وبين جوزي؟ مروة بصت لي بصدمة مصطنعة وقالت لي: ايه اللي انتي بتقوليه ده يا نورهان؟ انا اعمل كده؟ ده انا بخاف ربنا. انتي اتجننتي ولا ايه؟ قلت لها: لا، ما اتجننتش. انتي الوحيدة اللي بتدخلي بيتي وبتسأليني أسئلة غريبة وبتجيبي لي حاجات أغرب. مين غيرك ممكن يعمل كده؟ قعدت تحلف 100 يمين إنها ما تعرفش حاجة عن الموضوع ده، وإنها مستحيل تأذيني أو تأذي هشام. وقالت لي: يمكن حد تاني بيكرهكوا وهو اللي عمل كده، يمكن حد من جيرانكوا، يمكن حد من قرايبكوا. اشمعنى أنا اللي بتتهميني؟ كلامها كان فيه جزء من المنطق. ليه اتهمتها هي بالذات؟ يمكن فعلا حد تاني، بس قلبي ما كانش مطوعني أصدقها. إحساسي كان بيقولي إنها هي اللي ورا كل ده. خرجت من عندها وأنا محتارة أكتر ما كنت، أصدقها ولا أصدق إحساسي؟ ولو هي فعلا اللي عملت كده، أعمل إيه؟ أواجه هشام وأقوله؟ طب هيصدقني ولا هيقول إني بتوهم وبتلكك زي كل مرة؟ رجعت البيت وأنا شايلة الهم فوق راسي. آدم ابني كان نايم وهشام لسه مرجعش من الشغل. قعدت أبص على المنديل اللي في إيدي وأفكر. قررت إني لازم أتصرف، ما ينفعش أسكت على الوضع ده. أول حاجة عملتها شغلت قرآن في الشقة كلها بصوت عالي، وقعدت أقرأ سورة البقرة بنية إن ربنا يبطل أي سحر أو أي أذى معمول لنا. حسيت براحة نفسية شوية وأنا بقرأ، كأن الجبل كان على قلبي واتزاح. لما هشام رجع حاولت أتكلم معاه بهدوء، وريته المنديل وحكيت له على اللي لقيته. بصلي ببرود وقال لي: وإيه يعني؟ شوية تراب في منديل، يمكن آدم وهو بيلعب رماهم في الدولاب، انتي مكبرة الموضوع قوي يا نورهان. قلت له والدموع في عينيا: يا هشام انت مش حاسس بيا؟ مش شايف حالنا بقى عامل ازاي؟ انت اتغيرت قوي وما بقتش طايقني، بيتنا ما بقاش فيه لا حب ولا امان، لازم يكون في سبب لكل ده. زعق فيا وقال لي: السبب هو انتي يا نورهان، انتي اللي نكدية وشكاكة وعاوزة تخلقي مشاكل من الهوا. انا زهقت منك ومن كلامك ده، لو مش عاجبك العيشة معايا الباب يفوت جمل. ايمان اقترحت عليا اقتراح غريب شوية. قالت لي: ليه يا نورهان ما تجربيش تروحي لشيخ كويس يكون موثوق فيه، تعرضي عليه المنديل ده وتحكي له على اللي بيحصل، يمكن يكون فعلا في سحر او عمل معمول لكم وهو يقدر يساعدك. انا في الاول رفضت الفكرة تماما. قلت لها: يا ايمان انا بخاف من الحاجات دي ومليش في المشايخ والدجالين، انا بقرأ قرآن والحمد لله. قالت لي: يا حبيبتي انا ما قلتش دجال، انا بقول شيخ بيعالج بالقرآن وبيفهم في الامور دي، مش هتخسري حاجة لو حاولتي، اهو حتى لو مفيش سحر ولا حاجة يبقى تطمني من الناحية دي وتبدأي تدوري على سبب تاني لتغيير هشام. كلامها دخل دماغي. فعلا انا كنت محتاجة اقطع الشك باليقين. لو مفيش سحر يبقى لازم اواجه هشام بقوة اكتر واعرف ايه مشكلته الحقيقية، ولو في سحر يبقى لازم اتعالج منه انا وهو. سألت هنا وهناك لحد ما واحدة جارتنا دلتني على شيخ بيقولوا عليه كويس جدا وما بيطلبش فلوس ولا طلبات غريبة وكل علاجه بالقرآن والأدعية. استخرت ربنا وقررت اروح له. خدت إيمان معايا ورحنا له في الجامع اللي بيصلي فيه بعد صلاة العشاء. الشيخ كان راجل كبير في السن، وشه منور وكلامه مريح. قعدت معاه وحكيت له كل حاجة بالتفصيل ووريته المنديل. الشيخ مسك المنديل وقعد يبص فيه شوية وبعدين غمض عينيه وقرأ عليه آيات قرآن بصوت هادي وجميل. بعدها فتح عينيه وبصلي وقال لي: يا بنتي الحاجة اللي في المنديل دي معمول بيها أذى فعلا، أذى معمول عشان يفرق بينك وبين جوزك وعشان يخلي جوزك كرهك وكره البيت. الكلام ده لما سمعته جسمي كله تلج،
يعني شكوكي كانت في محلها، يعني مروة فعلا عملت لنا حاجة. دموعي نزلت غصب عني، وإيمان قعدت تطبطب عليا. الشيخ كمل كلامه وقال لي: بس ما تقلقيش يا بنتي، كل ده ليه علاج بإذن الله. العلاج كله في القرآن وفي التقرب من ربنا. أنا هديكي شوية حاجات تعمليها وشوية آيات تقريها على مية وتشربوا منها انتي وجوزك وترشوا ديها في أركان الشقة، وإن شاء الله ربنا يبطل الأذى ده. اداني الشيخ ورقة مكتوب فيها الآيات والأدعية، وشرح لي أعمل إيه بالظبط، وقال لي أهم حاجة اليقين بالله، وإن الشفا بإيده هو وحده. خرجت من عنده وأنا حاسة براحة غريبة، كأن هم كبير انزاح من على قلبي. يمكن عشان أخيرا لقيت تفسير للي بيحصل، ويمكن عشان حسيت إن في أمل. رجعت بيت أهلي وبدأت فورا في تنفيذ كلام الشيخ. بقيت بصحى قبل الفجر أصلي وأقرأ قرآن وأدعي ربنا من كل قلبي. بقيت بقرأ الآيات اللي الشيخ قال لي عليها على مية، وبشرب منها وبدي الماما ترش منها في بيتي بالسر من غير ما حد ياخد باله، خصوصا في أوضة نومي أنا وهشام. في نفس الوقت إيمان كانت بتساعدني بطريقة تانية. قالت لي: يا نورهان، إحنا لازم نعرف مروة دي بتعمل إيه بالظبط وبتجيب الحاجات دي منين. لو قدرنا نمسك عليها دليل قوي ساعتها موقفك هيبقى أقوى قدام هشام وقدام أهلها. كلام إيمان كان صح. لو قدرت أثبت إن مروة هي اللي بتأذينا يمكن هشام يفوق ويعرف إنه كان مخدوع فيها. بدأنا أنا وإيمان نراقب مروة من بعيد. الموضوع ما كانش سهل أبدا، خصوصا وأنا قاعدة في بيت أهلي وهي أكيد واخدة حذرها. بس إيمان كانت ذكية وعندها معارف وقرايب في المنطقة اللي مروة ساكنة فيها. قدرت عن طريق واحدة صاحبتها تعرف إن مروة بتروح لواحدة ست دجالة في حتة مقطوعة كده بره البلد، بتروح لها كل فترة. المعلومة دي كانت زي الخيط اللي بدأ يوصلنا للحقيقة. لو مروة بتروح لدجالة يبقى أكيد هي اللي بتعمل لنا الأعمال دي. بس إزاي نثبت لها؟ إزاي نمسك عليها دليل مادي؟ هنا بقى بدأت أفكر في خطة محتاجة شجاعة وجرأة، وممكن تكون خطر، بس ما كانش قدامي حل تاني. قررت إني لازم أواجه مروة تاني، بس المرة دي وأنا معايا سلاح. اتصلت بمروة وعملت نفسي إني خلاص يئست من هشام، وإني بفكر أطلب الطلاق، بس عاوزة أخد رأيها كأخت كبيرة وكصاحبة خبرة. طلبت منها نتقابل في كافيه هادي بعيد عن عيون الناس. هي في الأول استغربت من مكالمتي، بس بعد كده وافقت. يمكن فضولها خلاها توافق، أو يمكن حبت تتأكد إني خلاص رفعت الراية البيضاء. رحت المقابلة وأنا قلبي في رجليا، بس كنت مصممة أعرف الحقيقة. إيمان كانت مستنياني برا الكافيه في عربيتها، ومعاها موبايل بتسجل بيه كل حاجة. قعدت مع مروة وبدأت أتكلم معاها وأنا بمثل دور المكسورة والمنهارة. قلت لها إني خلاص ما بقتش قادرة أستحمل هشام وتغييره، وإني شايفة إن الطلاق هو الحل الوحيد. مروة كانت بتسمعني وهي بتهز راسها كأنها متعاطفة معايا، وبتقولي: يا حبيبتي يا نورهان، أنا حاسة بيكي والله. الرجالة كلهم كده، لما بيلاقوا ست ضعيفة بيدوسوا عليها. يمكن الطلاق يكون فعلا أريح لك. كلامها ده أكد لي شكوكي أكتر. لو هي فعلا خايفة على مصلحتي كانت هتقولي حاولي تاني وما تخربيش بيتك، لكن هي بتشجعني على الطلاق. بدأت أجرجرها في الكلام بالراحة وأقول لها: بس أنا خايفة يا مروة، خايفة هشام ما يطلقنيش بسهولة أو ياخد مني آدم. أنا سمعت إن في حاجات بتتعمل عشان الراجل يكره مراته ويطلقها بسرعة. انتي تعرفي حاجة عن المواضيع دي؟ أصل أنا بصراحة ما بفهمش فيها. عين مروة لمعت بطريقة غريبة وقالت بصوت واطي: بصراحة يا نورهان، في حاجات بتجيب نتيجة سريعة قوي. أنا أعرف واحدة شاطرة قوي في المواضيع دي، لو عاوزة ممكن أوصلك بيها. هتخلي هشام ده خاتم في صباعك، أو يرميكي رمية الكلاب لو حبيتي. لما قالت كده حسيت إن دمي كله اتجمد في عروقي. يعني هي بتعترف أهي، هي اللي ليها في السكة دي. كملت معاها بنفس الطريقة وعملت نفسي مهتمة قوي، وسألتها عن الست دي وعن مكانها وعن الحاجات اللي بتعملها، وهي بمنتهى السهولة حكت لي كل حاجة بالتفصيل كأنها بتتباهى بمعرفتها وقوتها. حكت لي إن هي اللي كانت بتخطلي حاجات في بيتي، وإن هي اللي خلت هشام يقفل مني، وإن هي كانت ناوية تخليه يطلقني ويتجوز واحدة تانية هي تعرفها. كل كلمة كانت بتقولها كانت بتتسجل على موبايل إيمان. أنا كنت ماسكة نفسي بالعافية عشان ما أقومش أخنقها بإيدي. بعد ما خلصت كلامها وخدت منها كل المعلومات اللي أنا عاوزاها، قمت وقفت وقلت لها بصوت قوي وثابت: شكرا قوي يا مروة على صراحتك دي،
بس أحب أقولك إن كل كلمة قلتيها متسجلة، وإن حسابك معايا ومع ربنا عسير قوي. وشها جاب ألوان وقامت وقفت وهي بتترعش، وحاولت تخطف مني الموبايل اللي كنت ماسكاه في إيدي وبعمل نفسي بسجل بيه أنا كمان، بس أنا كنت أسرع منها وخرجت جري من الكافيه على عربية إيمان. طبعا التسجيل اللي مع إيمان كان هو الأهم. لما سمعناه ما كنتش مصدقة وداني. مروة اعترفت بكل حاجة بصوتها ومن غير أي ضغط. تاني يوم خدت التسجيل وخدت أبويا وأخويا ورحنا على بيت وليد جوز مروة. طلبنا نقعد معاه هو ومروة وهشام اللي وليد اتصل بيه وجابه فورا. في الأول مروة أنكرت كل حاجة وقالت إن التسجيل ده متفبرك وإننا بنتبلع عليها، بس لما وليد جوزها سمع التسجيل وشه بقى